بعد أول أسبوع من جوازها، مي عز الدين بتشتكي من جوزها وبتوجه له رسالة. يا ترى إيه الحكاية؟ بس قلبت السوشيال ميديا. القصة بدأت بستوري نشرتها مي عز الدين على انستجرام. كانت مصورة أكلها وكاتبة تعليق مضحك: لما تتجوزي دكتور تغذية هو اللي عاملك نظام الأكل، حتى لو سرقتي لقمة من التلاجة هيعرف. الجملة دي بس كانت كفيلة إنها تشعل التعليقات، والناس كلها ضحكوا على خفة دمها وقالوا: هو في جوز بيكشف السرقة من التلاجة؟ ومن كام يوم بس مي أعلنت رسمياً عقد قرانها على مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور في احتفال بسيط وسط الأهل والصحاب. ونزلت صور جميلة وكتبت: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، ادعوا لنا من قلبكم. اللطيف في الموضوع إن مي ظهرت قبلها بفترة قصيرة مع معتز الدمردش، وقالت إنها لسه ما لقتش شريك الحياة المناسب، وإنها راضية بنصيبها مهما كان. وبعدين فجأة النصيب جه وغير كل حاجة. مي عز الدين دايما بتعرف إزاي تخطف الأنظار، المرة دي بخفة دمها وبساطتها وبأول شكوى زوجية ظريفة جدا. ولغاية هنا انتهى الفيديو.